مساء الفل عليكم. فنجان كرة جديد لتحليل واحدة من مباريات الدوري المصري، مباراة النادي الأهلي ونادي بتروجيت. في المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. يمكن مباراة فيها أحداث كتير وتفاصيل كتير. لو خلينا نتكلم عن كواليس الماتش، إن الأهلي كان بيسعى في المباراة دي إن هو يستكمل صدارة الدوري واستمرار في منافسة الجدول الدوري اللي لسه بدري جدا عليه، لسه في الأسبوع ال11 للنادي الأهلي. فأنت بتتكلم إن لسه بدري قوي 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 لكل الفرق اللي بتنافس، زي سيراميكا، زي بيراميدز، الزمالك، الاهلي. المصري بيجي من بعيد، فهتلاقي ان النهارده 5 6 فرق بيتنافسوا والفرق بينهم والمسافه مش بعيده. والفرق اللي تحت يعني عامله قلق للفرق اللي فوق بسبب النتائج اللي بيعملوها على مدار الاسابيع اللي فاتت والحاليه واللي لسه الاسابيع اللي جايه، بسبب تذبذب اداء اغلب الفرق، يعني باستثناء بيراميدز اللي هو اوريدي عنده مؤجلات كتير. فده اللي مخلي لسه بيراميدز مش قريب، يعني قريب للصورة بس لسه ما وصلش للصدارة، وما حدش عارف على ظل تذبذب الأداء وظل الفرق اللي تحت اللي بتعمل قلق دي الموضوع ممكن يبقى ماشي ازاي. بس خلينا ندخل في أحداث الماتش ونبص الأول لتشكيل الأهلي في الماتش. هنلاقي إن تشكيل الأهلي هو تشكيل منطقي. يعني فكرة وجود الشناوي في حراسة المرمى، وهنتكلم عن الماتش، هنتكلم دلوقتي على التشكيل الأول. وجود الشناوي، عودة الشناوي بعد دور البرد اللي هو تقريبا يعني بيحصل كل ماتش بيجي شوبير هيقف، فشناوي بيجي له دور برد او بيجي له اصابه او بيجي له حاجه ما بتقعدوش على الدكه. وان شاء الله الدكه دي ما يكونش فيها فيروسات، يعني عشان خاطر ان الشناوي ما يكونش هو اللي عنده مشكله في قعده على الدكه، وان هو فعلا يكون عنده دور برد. فهو رجع بالسلامه الحمد لله، ورجوعه كان جميل جدا جدا النهارده. نتكلم محمد هاني في الفترة الأخيرة بيقدم مستوى كويس جدا. الثبات وراه ياسر إبراهيم، ياسين مرعي التشكيلة الأساسية. باك الشمال أخيرا لعب محمد شكري. باك شمال شفنا باك شمال للنادي الأهلي، لعب في النهاردة في مركز 6، لعب ديانج وقدم مباراة هنتكلم عنها. لعب بالرمضان وتريزيجيه، زيزو في الوينج اليمين، بن شرقي في الوينج الشمال، وقدامهم أكتر حاجة غريبة حصلت في تشكيل النهاردة عجب العجاب، وهو وجود محمد طاهر في مركز الفيرود أو في مركز المهاجم للنادي الأهلي. طيب هو مستر ياستروب، هل ما شافش طاهر قبل كده وهو محاولة تجربته في المركز ده؟ يعني هل هو نجح طيب قبل كده؟ طب هل هو قدم إضافة في المركز ده؟ طب هل هو الحل الأول؟ يعني هل هو مفيش غيره؟ يعني هل النهارده في مشكلة إن جلدشار موجود وسليم؟ يعني ليه مش الأولوية للمهاجم الأساسي؟ طب ليه مش الأولوية لبن شرقي اللي لعبها مرة واثنين وثلاثة وعنده المهارة وعنده ضربات الرأس وعنده الفينش كويس وعنده الحاجات كتير؟ ليه بلجأ لآخر حل وخليه أول حل، وبعد كده اتزنق في التغييرات واتزنق في ان انا نزلت كل الناس اللي كان المفروض انزلهم من الاول بعد الدنيا ما اتلخبطت والدنيا اتعكت والدنيا ما كانتش احسن حاجه؟ طب ليه؟ يعني ايه الفكره من وجود طاهر في فكره انه يبقى المهاجم؟ يا جماعه اللي بيلعب في مركز مثلا زمان او في اي وقت لعبنا فيه كوره كنت بتتسال مثلا لو انت بتلعب مهاجم فطلب منك النهارده انك هتلعب باك يمين. انت النهارده فكره الباك يمين انت لازم تبقى فاهم يعني ايه باك يمين. في الدفاع في التغطية، في الهجوم امتى باصي، امتى ارقص، فين، ازاي. ده واجبات مركز. هل اصلا طاهر على علم بواجبات مركز المهاجم؟ هل اصلا تحركاته تحركات مهاجم؟ كان بينزل النهارده بشكل غريب جدا، يروح لليمين للوينج اليمين ويروح للوينج الشمال ويبعد عن الجون تماما، وانت المهاجم بتاع الفريق ما بتروحش ناحيه الجون، طلعت متأخر جدا على العرضيات. يعني انا مش هقول حاجة جديدة عن طاهر في حتة تقييم ان هو بيلعب مهاجم، لان هو اوريدي لعبها كده اكتر من مرة، لعبها كده وما نجحش فيها. فالمدرب شاف ايه؟ طب هو المدرب ما شافش اللي قاعدين على الدكة معاه عادل مصطفى، كابتن عادل مصطفى يعني فين؟ طب فين فيديوهات ان هو ده طاهر لعبها؟ طب هاتوا فيديو الماتش طاهر كان بيلعب مهاجم كويس، كان بيلعب كويس اصلا.
يعني باستثناء الخمس ست ماتشات اللي بيلعبهم قبل بدايه السيزون او قبل نهايه السيزون، اللي هو بيخلوه يتسجل في قائمه السنه الجديده. وطاهر ايه ده طاهر ده بقى جامد وهيبقى جامد ان شاء الله الموسم الجديد، وبقى لنا 3 4 مواسم في القصه الحزينه دي ان احنا مستنيين طاهر العالمي اللي بيعمل اخر 4 5 ماتشات في الموسم جامده جدا. فبيجي بعدها اللي هم بقى ممكن يكونوا دوري، ممكن يكونوا افريقيا، ممكن يكونوا زي ما يكونوا، بس هم بيبقوا ماتشات جامده، هو الراجل بيلعب فيهم ماتشات جامده. فيجي بعد كده يقول لك لا طاهر ده لا استغناء عن طاهر، لأن طاهر أساسي. الموضوع صعب جدا، الموضوع صعب جدا. لما تيجي تخش الماتش لازم نخش الماتش كل ماتش الفترة الأخيرة مع ريبيرو مع يستروب مع أيا من كان المدرب، احنا الفرقة الجامدة جدا اللي مدفوع فيها فلوس كتير. فبنقعد بتاع ربع ساعة نص ساعة بنستوعب إن الكورة في الملعب، الكورة في الملعب، الكورة مش في الفلوس اللي بتدفع لكم، مش في أنت بكام. بنتفرج على كبار الفرق دلوقتي، الموضوع كله له علاقة بالمجهود في الملعب عامل ازاي. فبيبتدي البهوات. احنا لازم نسمي الماتش ده النهارده، انا مسمي الماتش بتاع النهارده احنا بنلعب في الشارع، ونزود عليه كلمة البهوات. احنا بنلعب في الشارع مع البهوات. دول البهوات اللي في اول ربع ساعة او نص ساعة. احنا بفلوس كتير جدا جدا جدا، يعني مش محتاجين نعمل اي حاجة. تقريبا الكرة هتيجي في رجلنا، ما هي مش تحتاج تيجي في رجلنا اصلا، هي هتروح في لوحدها في الشبكة عشان احنا بفلوس كتير. احنا بفلوس كتير، فاحنا لازم الكرة تساعدنا وتقف معانا. آه، احنا مش محتاجين نعمل مجهود. ده اللي واضح. انا بتكلم معاك في فنجان كورة، لازم اكون عندي مصداقية في الكلام. ده اللي واضح، مفيش مجهود بيتبذل. لما بقول لك ان اول شوطه، اول عرضيه تتعمل من محمد شكري لطاهر كانت في الدقيقه 35، اول شوطه تتشاط من تريزيجيه في الدقيقه 38، تاني شوطه تتشاط في الدقيقه حاجه و40 في الشوط الاول اللي جت الشوطه العشوائيه اللي تريزيجيه بيعملها كل ماتش، فبتيجي العرض ونقعد نقول ياه ده تريزيجيه كل ماتش كوره في العارضه. انت لو بتشوف طريقه الشوطه اللي بيتشوطها تريزيجيه، انا بشوطه على الله ان شاء الله، اللي هو يعني يلا اديني شوط. قمة العشوائية، شوط سيء جدا جدا جدا. طبعا نروح بقى للنبغة بتاعتنا، الكابتن الكبير كابتن محمد الشناوي. احنا بنلعب في الشارع. كابتن محمد الشناوي عارف وانت بتلعب في الشارع في كده ايه بعض الشخصيات، الناس اللي لعبت في الشارع هتعرف الشخصيات اللي انا هتكلم عنها دي. في اللي هو صاحب الكورة، ده اللي لا ينفع تسأله عن أدائه ولا عن هو بيعمل ايه في الملعب وايه لازمته وايه استفادته، وبقاله كتير قوي بيلعب وحش بس هو صاحب الكورة. ده بالنسبه لي في الوقت الحالي هو كابتن محمد شناوي او محمد الشناوي حارس الاهلي. مستوى سيء. تخيل الكوره او الكورتين اللي جم عليك على مدار الماتش، يعني او الفرص، كور بتطلع بره وكوره ملهاش اي لازمه، ملهاش اي لازمه، سببت في التعادل. شيل الكوره اللي دخلت دي، تمام. هل بتروجيت عمل ايه غير باستثناء الفرصه الشوط الثاني؟ والكره اللي شاطها اسمها توفيق محمد الشوط الاولاني من على مسافه كبيره جدا، ومحمد شناوي برضه حسسك ان الكره فيها حوار، يعني فيها ايه ده فيها دي ممكن تدخل مع انها كره من مسافه طويله جدا وبعيده قوي يعني. الكره اللي دخلت جون حامد حمدان نجم المباراه الاول، نجم المباراه الاول. لعيب مهم، لعيب كان في مفاوضات عليه من الزمالك او من الاهلي او ايا كان الفرق اللي بتتفاوضوا. فعلا اللعيب ده لو عنده استمراريه في الاداء ده، سواء ان هو النهارده لما شارك في مركز المساك او لما كان بيشارك في نص الملعب، وشفت له كذا ماتش لما كان بيلعب في نص الملعب، لعيب من اللعيبه مستقبل كبير جدا للكره المصريه ايا كان الفرق اللي بيلعب فيه. وعمل اداء يستحق عليه رجل المباراه مع عمر صلاح. لكن لما تيجي تتكلم عن لعيبه الاهلي، تتكلم، احنا قلنا بقى هنرجع تاني لعنوان الماتش اللي هو احنا بنلعب في الشارع مع البهوات. فالباشا او البي محمد الشناوي ده صاحب الكوره. نروح بقى للي هو تاني واحد صاحب الكوره، بس هو مش صاحب الكوره بقى، عارف بقى اللي هو بايه؟ بيبقى هو اللي جايب الميه، جايب كولدير ميه، ده كولدير ميه مليان، هو اللي جايبه، فده اللي بيشربكم، وده اللي بيسقيكم الميه، اللي هو او اللي هو ده اللي بيشربكم الميه بعد الماتش، يعني في اثناء المباراه. فده مين؟ ده الكابتن الكبير تريزيجيه. ما بيقدمش اي حاجه. ده اول تغيير بعد كل لازم يكون اول واحد بيتغير، تمام. ولكن بتلاقي كابتن تريزيجيه هو لازم يكمل، ولازم يلعب لحد الدقيقه 70، ولازم ما نعملش تغييرات بدري. احنا لو عملنا تغييرات بدري لا لو سمحت النادي الاهلي ما بيش تغييرات بدري. البهوات ما بيتغيروش بدري. لو في لعيب اتغير في الدقيقه 20 الدقيقه 30 او قبل نص الشوط الثاني، تقريبا في حوار هيحصل، الباشا هيزعل. يا جماعه في لعيبه هتتغير من الشوط الاولاني، الموضوع سهل جدا، سهل جدا.
الناس تتغير من الشوط الاولاني. سهل جدا ان انا يعني اغير تريزيجيه من الشوط الاولاني، اغير محمد هاني من الشوط الاولاني رغم ان هو اتحسن اداء الشوط الثاني. ايه المشكله ان اغير اللعيبه بدري؟ اللعيب ما يحسش ان هو مكانه مضمون. لما تيجي النهارده تبص لديانج قدم اداء كويس جدا، بس تحس ان هو لوحده في نص الملعب. هو قدم اداء كويس بس برضو انا ديانج، انا ديانج بيه اللي بمسك الكرة محدش ينفع ياخدها مني، فاقعد الف بيها والف وادور واروح واجي والف وادور. ليه؟ انت عملت اقوى مهمه، قطعت الكوره، سلم الكوره لقدام، شكرا، ميرسي يا ديانج، انت عملت دورك. طلع الكرة لقدام، مش ولا ورا ولا بالجنب، لا لقدام. طلعت الكرة لقدام، شكرا. لا لازم اقف على الكرة وابص واحجز بالكرة واوريهم ان انا عندي عضلات وانا اليو ديانج الدبابة البشرية. واحط جسمي وازقها وفي الاخر بطلعها باص سهل جدا مفيهوش اي حاجة. طب ليه يا ديانج ما تعرفش؟ تمام. بالرمضان لازم يقعد شويه في الماتش، باصات غلط باصات غلط باصات غلط، مشاكل، اخطاء، وبعدين يبتدي يفوق، يبتدي يطلع لك لعبه حلوه ولعبه كويسه، وبعد كده تحس ان في حاجه هتحصل. وبعد كده تريزيجيه، بنلعب في الشارع. احنا باجي لحد اللعيب زمان كان بيجي لك لعيب كده لحد عندك، بطلت بقى الكلام ده، بطل خلص. اللي هو يجي لك لحد عندك مكان انت زميله في الفريق ومعاك الكوره، هيجي لك لحد عندك يطلب الكوره، تمام، عشان تديها له. زمان او في اوقات لما بنلعب كوره، او في اي وقت بنلعب كوره دلوقتي، اللي بيعمل ده لو عمله اصلا مفيش حاجه اسمها كده دلوقتي. بقى الناس بتتحرك وبتاخد تحركات وبتاخد مراكز وبتروح وباص يمين شمال وبتطلع لبعضها وبتظهر لبعضها، الحاجات الكوره الحديثه يعني. بس لو حصل حتى ان في لعيب خد الكوره، ده لعيب مهاري. هو تسجيل مهاري؟ لا، صفر. ما فيش مهارات. هو ناخد الكوره ونجري، يعني جري بقى، جري الخيول، ونحط الكرة تحت رجلينا ويلا بينا. مفيش مهارة. فانت ازاي بتيجي تطلب الكرة اصلا؟ ده انت اقطع، ده انت سريع، انت تقطع واللعيب يوصل لك كرة سواء عالية او ثرو باص على الارض او ايا كان شكل الكرة اللي هتجيلك، بس انت هتعمل اداء. لو لعبت الكرة ايه الصح، مش الكرة اللي في الاخر ما توصلكش لاي حاجة، ما توصلكش أي حاجة. زيزو كمية كور على مدار الماتش، ثابته وغير ثابته، عرضيات عشوائيه 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 عشوائيه. ماشي يا جماعه، لازم نكون واضحين. انا مش بعمل بوم طخ وعايز ارد على جمهور الزمالك او جمهور الاتحاد ولا الجمهور المصري. ماشي زيزو، انت امكانياتك في الاوفر بتاعك، تمام، سرعتك والاوفر بتاعك. فلو سمحت نلعب اللي احنا عارفينه، اللي نعرف ان احنا بنعرف نعمله. تمام. العرضيات اللي انت بتعملها عرضيات واخدين 15 كورنر. لا، في الشارع، احنا بنلعب في الشارع، احنا ما عندناش لعيبه واخده اماكن. 15 كورنر. تمام. بن شرقي يا باشا، انا جامد، انا بن شرقي، فانا بن شرقي لازم اخش بالكوره. انا بن شرقي بيه ولازم اخد الكوره. ما ينفعش احط شوطه مره واحده احطها ببطن رجلي العب لزميلي بسرعه نتعادل ونكسب لا، انا لازم اعمل كده واستلم واحط يعني بص على تصريح شعري. تمام. تمام، احطها كده وبفكر بقى في الاحتفال وبفكر في احطها ازاي واضحك. يا جماعه الكوره سهله، انتوا بهوات، انتوا بتلعبوا كوره بهواتي جدا. في كوره في الشارع ما فيهاش اي تكتيك، ما فيهاش اي تنظيم، ما فيهاش عشوائيه بقى اللي هو يا باشا يلا نقعد نجري نجري ونشوط ونخبط ونشوط ونخبط. جت خير وبركه، ما جاتش اهو. ده احنا طالعين ب 900 هجمه و15 والمحللين عندي يقول لك ده الاهلي ازاي يتعادل الماتش ده. لا عمل ايه؟ لا عمل ايه؟ تغييرات بقى عجب العجاب بقى، يعني تغييرات بقى بص من اللي هي قلبك يحبها. طبعا طاهر، الله ينور، الله ينور، مفيش بقى هو بصد غلط وطلع بدماغه غلط وحاجات بقى من اللي انت بتشوفها دي حلوة جدا. فشوط اول خلص بالمنظر ده، شوط تاني ابتديت بقى افتكروا لا نجيب بقى بتاع البهوات، تمام. ونرجع بقى اللي هو اللي ما بيعرفش يلعب في الكوره يطلع بره، يطلع بره، واللي بيعرف يلعب خد بالك بقى. بص الدنيا اتكهربت فتصرف انت. هترقى كده زيزو وبن شرقي ويلا يا رجاله، وينزل يا جلدشار، وجلدشار في وسط ثلاث اربع مدافعين. اتصرف بالرمضان. بقول لك ايه، انت ما بتعرفش دماغك فانت هتخش تحط واحده بدماغك. محمد هاني اعمل عرضيات طول الماتش، عرضيات عرضيات، انت وزيزو عرضيات. طب يا جماعه فين المهاجم التاني؟ احنا بنقول اصل المدرب يا جماعه دي بديهيات. انا النهارده لقيت فرقه، النهارده انا ضاغطها، طيب والفرقه دي مش مدياني مساحات في العمق، بس مدياني شوارع في الجنبين.
هعمل عرضيات يبقى لازم في مهاجم تاني، في حد يلعب كور بدماغه. فلما اروح اعمل تغييرات طلعت طاهر ونزلت جليزشار، فالراجل جاب جون التعادل، فالنتيجه 1-1. طب شويه اغرب تغيير خرجت بن شرقي اللي هو بيلعب كويس، مش حلو، مفيش حد حلو، هو بيلعب كويس وفايق وعامل جبهه مع محمد شكري، تمام. رحت منزل عبد القادر، راح عبد القادر بيعمل فينش. طب ما بن شرقي بيقطع لجوه ويتعمل له عرضيه مع جليديشار فيكمله، هو مش ماشي كويس خليه يكمل، مش لازم هو اللي يتغير. طبعا التغييره التانيه تريزيجيه، خروج تريزيجيه ونزول نجم نجوم الشوارع كابتن قفشه. يعني ادينا يعني مش هقول لك ربع حظه يعني، هو لو مستوعب هو عمل ايه في تاريخه هيلاقي ان هي اللقطة دي هي مبني عليها كل حاجة دلوقتي. لو يحس بقيمة النعمة اللي هو فيها اعتقد ان هو الوضع بالنسبة له مختلف. في الشارع ده اللي بيوقف الناس حوالين الملعب في الشارع ويجيب واحد يصوره عشان يجي بعد ما يقول لك شفت الباص دي، شفت دي، بعملها كده اهو وبعملها كده اهو وبطلع اللعيبة ومش عارف اعمل ازاي. مش حاجة مفيدة، مش رجله ضعيفة على الجون. بيلعب كور عشوائية. عايز الوان تو بتاع الستينات، الوان تو اللي هو خدها وتعالى خدها تاني. كورة خلصت بطلت، كورة مش موجودة. عايز يشوط من أماكن عجيبة الشكل يمكن تخبط وتدخل، فأنا أقول أنا هفشع أنا القاضية، أنا قلت لكم جيلة وتريكة ومتعب وجوه الجمعة راجع تاني. طب فين بقى؟ فين الكورة؟ فين وليه بن شرقي يخرج؟ تريزيجيه يخرج، انا تريزيجيه من الشوط الاول مع انه اتحسن اداء الشوط التاني، بس تريزيجيه يخرج ماشي، خرجت تريزيجيه يبقى نزل عبد القادر، تمام، واستنى بن شرقي روح عبد القادر في الوينج الشمال اللي انا عارفه اهو، سهله كلكعه بقى، لا في الشارع مفيش تكتيك مفيش حاجه، عشوائيه. تمام، اللي حصل ده عشوائيه، لكن انا اللي انا فاهمه ان انا النهارده هطلع تريزيجيه، هقول لعبد القادر خليك في وينج شمال، بن شرقي بعد اذنك اطلع جنب جليديشار، ومش هعمل التغييرة التانية دي خالص، مش وقتها خالص دلوقتي خالص تماما ان انا اخرج حد تاني كده، تمام. اكمل بقى، عايز اقول للشكري بقى وعبد القادر وعرضيات بن شرقي وجليديشار جوه، زيزو وزيزو معاني، يلا عرضيات ويلا يا اسماكيه بن رمضان من الكرة التانية وحط جون. يا جماعه هي الكرة كده، هي الكرة كده، ما شفت لهاش حاجة تانية، شفت لهاش شكل تاني، تمام. لا هنعمل تغييرات فدمرنا الجبهه اللي بنعملها. طبعا عبد القادر نازل، نرجع بقى لعب الشوارع. انا احرف واحد، انا هندمكم ان انتوا ما لعبتونيش، الفرقه دي من غيري ما تسواش. انا مستر فري ستايل عبد القادر بيه اللي لازم اعمل كده هو اعمل كده هو اعمل كده هو فيعذبك، يكرهك في الكوره، تمام، يكرهك في ان هي الكوره بتيجي في رجله. لا قادر، حريف اللي بيعمل كده واللي جاب جون في كاس العالم، مش انا ماليش دعوه. عبد القادر لعب الماتش اللي فات وحش جدا، وحش جدا، ولاعب اساسي وحش جدا. طب نزل عبد القادر، يلا عبد القادر، يلا شكري، يلا غير شكري ونزل عمر كمال، انا عايز عمر كمال يلعب، بس ليه شكري؟ شكري بيرفع عرضيات، تمام. طب ليه عمر كمال يلعب باك؟ طب عمر كمال يلعب مهاجم، بيحط كرة برجله، عنده فينش متوسط، تمام. ابتديت تحس ان انت اللي بتخسر نفسك، انت اللي عايز تخسر، انت اللي مش عايز تكسب الماتش. انت لو لعبت الماتش اتحسب لك 9 دقايق وقت بدل ضايع، انت اللي عايز تقعد 900 ساعه في الماتش، مش هتجيب جول، مش هتجيب جول. لعبه عشوائي، لعبه بنلعب في الشارع. يا باشا احنا بنلعب في الشارع، هو ده اللي انا شفته النهارده في اداء الاهلي، احنا بنلعب في الشارع. انا مش شايف تكتيك، مش شايف تنظيم، مش شايف اي حاجه. انا معايا الفتوة ديانج في نص الملعب هو اللي بيقطع ويسلم الناس تاني، معايا واحد مجبور عليه في الفريق ان هو يلعب اساسي عشان هو صاحب الكوره، معايا واحد اللي جايب كولدير الميه وقاعد لنا وهو اساسي وهو نجم الفريق وكابتن الفريق، فجاه تريزيجيه جه من بره بقى كابتن الفريق، معرفش ليه وازاي وامتى، اصل هو القديم، هو قديم بعد الشناوي، اصله لما كان 1900 مش عارف كام كان تريزيجيه لسه ناشئ فلعب فبقى كابتن. قالها له هو مؤهل؟ لا هو مش مؤهل، فشكرا نلعب. ايه ده؟ ايه الشكل ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه الاداء ده؟
عشوائيه، فرص بقى بتضيع. طب ما تعمل حاجه تانية، يعني احنا مثلا انا بنحلل مع بعض كده الماتش، طب ما تعمل حاجه تانية. لقيتها اتكلكعت وخلاص، عمر كمال مالكش دور. و طيب عادي، قول لي يا محمد هاني، يا محمد يا هاني العب انت جنب ياسر، تمام، العب انت جنب ياسر وروح يا ياسين يا مرعي العب فيرود، واروح واطلع اسمه ايه ده، واطلع مثلا طلعت زيزو ونزل عمر كمال، ما طلعش زيزو، تمام، اطلع واحد من المدافعين، تمام، وخلي محمد هاني جنبه واروح اطلع اطلع زيد قدام. احنا مستنيين ايه؟ لا في 3 بونت، مستني حاجه؟ حاسس ان اللعيبه اللي هو ايه ده، انتوا البهوات ما كسبتوش، ايه ده لسه الماتش خلص، احنا هنديكوا التلاتة نقط، لا انتوا بهوات، انتوا جامدين، انتوا بهوات، ما ينفعش تتعادلوا، ما ينفعش تخسروا. استمرارية لسوء الأداء للعيبة النادي الأهلي. مستر ستروب غير موفق النهارده تماما، مش بقى فرقة جديد قديم، في حاجات في الملعب سهلة وبسيطة مش محتاجة تعقيد. ماتش الكهرب هزود والدنيا 1-1، فرقتك ماسكة الكورة، الفرقة اللي قصادك وقفت، حتى فرصهم بيحطوا الكورة في السماء عشان خاطر يلحقوا يرجعوا يدافعوا عشان ما ترجيش انت تجيب الجون التاني فيهم. اضغط واحط 2 لعيبة، 2 مهاجمين و3 مهاجمين والعب. هي الماتشات تتكسب كده. طلعنا وكبرنا وشفنا جوزيه وشفنا الناس اللي بتلعب كرة جامدة وبنلعب كرة هجومية والأهلي بيكسب وبيكسب في الدقيقة 90 و92، ونشوف لعيبة ما كانتش موجودة في المكان ده عشان هما، أنت بتلعب مع فرقة بتدافع، فالفرقة اللي بتدافع لازم تبقى في زيادة عددية عشان يبقى في أخطاء من الفريق التاني، زائد إن في فرص من فريقك، كور بقى شوطة من بره، العدد. لكن أنت عمال تأليف النهاردة، أنت عشوائية بقى، تكملة احنا بنلعب في الشارع. فده تقييم لأداء الأهلي النهاردة، ولكن خليني أقول لك إن الفترة اللي جاية بواقعية جدا جدا وبمصداقية عالية هي غير مطمئنة بالمرة. كل التخوف على السوبر المصري القادم، الفرق اللي موجودة في السوبر المصري مش سهلة تماما. 3 فرق اللي موجودين، سواء سيراميكا اللي هتقابلها، سواء بيراميدز، سواء الزمالك، الموضوع مش أحسن حاجة خالص. شكل الفريق مش منظم، شكل الفريق عشوائي، محتاج تدخلات من المدرب، محتاج تفرض السيطرة، محتاج في الماتش اللي وحش يخرج بدري. مش حاجة اسمها أنا هصبر عليك الدقيقة 60 والدقيقة 70، ليه أصبر عليك ليه؟ ده في نصهم مريحين الماتش اللي فات، نصهم مريحين، نصهم نازلين آخر 10 دقايق، آخر تلت ساعة الماتش اللي فات. راحت إيه اللي هم عايزينها؟ وعايزين راحة ليه؟ هو مش كل واحد فيهم طلب رقم خده يلعب بقى لعيبه المطوشه كلها. انا بتكلم في حق النادي، مش بتكلم في ان حد باصص له في رزقه، ربنا يزيدهم ويبارك لهم ما شاء الله، ولكن بتكلم في حق النادي. باشا لعيبهم كل المطوشه، مفيش تساسة تدوير. قعد الشناوي يا باشا ولعب شوبير، اديله فرصته يلعب بقى، واشوف حارس بيلعب سيزون وبقعد احاسبه. لكن اصل الشناوي ما بيقعدش دكه، فلما يقعد دكه لا انا بس انا عندي دور برد، فان شاء الله لما اخف. يعني هو ده لو كان ماتش نهائي افريقيا ولا كان ماتش من الماتشات اللي فيها تصيد، عشان هو كان يقول لك عندي دور برد، كان ياخد رب حقنه وحقنه برد ولا حقنه تخففه ولا حقنه مسكنه، وهتلاقيه بينزل الملعب وهيلعب. لكن لما بتلعب الماتش اللي فات افريقيا وماتش وهقعد على الدكه، الكاميرا كل شويه تجيبني من على الدكه، لا لا، بس هنزل الماتش اللي بعديه عشان انا عشناوي، انا عشناوي هطلع بكره كارثيه، كارثيه. ف للأسف المباراة ما كانتش ألطف حاجة. قلنا النهاردة معاكم فنان كورة، بس السلبيات ما بتتعالجش، في بعض الإيجابيات، بس للأسف الإيجابيات من إن هي مقارنة بالسلبيات، السلبيات أعلى بكتير. أنت مش قادر توضحها، مش قادر تحط تقول أصل الإيجابية دي نبني عليها. وجود محمد شكري نبني عليه، جلاديشار انه جاب جون النهارده، انه فوق نفسه، بن رمضان ابتدى يخش في مود اللعب، ديانج والمكسبه كان ليه النهارده، ياسين منعي واستمراريه اداء كويس، محمد هاني واستمراريه صناعته للاهداف، زيزو وعرضياته، في حاجات كتيره جدا كويسه، بس في حاجه اكتر بكتير قوي وحشه. شكرا ليكم. في فنجان كوره نتقابل في ماتشات تانية قريبه ان شاء الله، نتمنى كل التوفيق ان الدنيا تكون احسن في الفتره اللي جايه. شكرا.